النهارده معانا حلقة خاصة، حلقة مختلفة. نائب أصغر رئيس حزب في مصر، النائب الهادئ دائما، اللي صوته مش بيعلى في البرلمان ومش بيتعصب خالص. معانا النائب، سيادة النائب رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام. الجيل الحالي اكبر عيوبه انه جيل لا منتمي شويه، في مشكله كبيره جدا عن جموع الشعب المصري في الثقه في السياسه. يعني اقدر اقول لك ان جيلنا احنا كان جيل متمرد. انت لما تقول تاريخ في العالم اتكلم عن مصر وبعد كده اي حاجه تانية. مين هو الإنسان؟ مين هو الشخص؟ مين هو عبد المنعم إمام اللي مش نائب، اللي في البيت؟ اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعايه كامله، وان احافظ على استقلال الوطن ووحده وسلامه اراضيه. سيادة النائب، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. ايه الأخبار؟ زي الفل. كله تمام؟ الحمد لله. عايزين في بداية الحلقة كده نحكي للناس اللي بتتفرج عليك دايما وبتشوفك في الفيديوز والريلز والمقاطع الساخنة المولعة نار على السوشيال ميديا. عايزين نحكي لهم عن مين هو الإنسان، مين هو الشخص، مين هو عبد المنعم إمام اللي مش نائب، اللي في البيت. مم. يعني عبد المنعم إمام شاب زي كل شباب مصر، نشأ في أسرة حظه إنه كان لها تاريخ سياسي. أنا من المحلة الكبرى، مواليد المحلة، وتعلمت فيها ابتدائي إعدادي ثانوي. كلية كنت في جامعة طنطا، كلية تجارة جامعة طنطا. الجد الأكبر اللي هو جد والدي كان أحد البهوات اللي أعضاء الهيئة العليا للوفد أيام وزارة النحاس باشا. مم. جدي كان عبد المنعم إمام اللي أنا متسمي على اسمه. كان برضو في من شباب الوفد، كان ماسك الوفد في المحلة وفي الغربية بعد كده. مم. وكان يعني حد له باع طويل بالثقافة، مم. اللي هو يعني أحد الحاجات اللي أنا سعيد بإن احنا أنجزناها في الدورة اللي فاتت دي في تجديدها وتطويرها. انتوا جددتوا قصر الثقافة بمدينة المحل. هو القصر ده قصر ذا طبيعة مختلفة. هو كان قصر أحد أهم باشوات المحلة عبد الحي باشا خليل. مم. ولما توفى جدي راح لبنته الكريمة، وكان لديه بنت واحدة، وطلب منها، قال لها يعني هتسيبي منزل والدك حد تاني يقعد فيه، فأنا بقترح عليك نحوله قصر ثقافة. وبناء رغم ان هو لم يكن بيعمل في وزارة الثقافة وقتها، كان بيعمل في وزارة الصناعة، اصلا. مم. لكنه كان مهتم جدا بفكرة القراءة والثقافة والفكر، وأقنعها فأجرت القصر لوزارة الثقافة. مم. وهذا القصر عجيب بقى. القصر ده طلع مين بقى؟ مم. طلع عبد الحي أديب، والد مم. أستاذ عمرو وأستاذ عماد. مم. طلع جاب دكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق. مم. طلع الفنان عفاف راضي. طلع الفنان السيد راضي. طلع أستاذ جار النبي الحلو. مم. طلع أستاذنا الكبير الراحل محمد المنسي قنديل. مم. طلع عدد ضخم جدا من المثقفين والمفكرين والادباء، استاذ احمد عزت سليم، مهندس عبد الحميد بسيوني، استاذ جابر سركيس، اسماء كثيره جدا. اه. يا نهار وانا ابيض. يمكن من الحاجات اللي بعتبر انه انا كنت هاوي ان انا طالع في بيت في فكر، في ثقافه، في سياسه، مم. في مكتبه عظيمه فيها 5000 كتاب. يا 5000 كتاب. قريت منهم والدي. قد ايه؟ لا، قرأت اغلبهم. يعني انا اعظم هواياتي هي القراءه. مم. بحب القراءة جدا، طب ومولود على حب ده. والدي بصراحة كان دايما يتعامل معايا بمنطق: عملت حاجة حلوة فدي مكافأة كتاب، يخليني انزل اشتري كتاب. مكافئتك كانت كتاب. اه مم. وده خلى الواحد شوية مهتم بغذاء العقل. مم. و والندهة ندهتني بقى. طب خلينا ناخد من الحتة دي. واضح ان قصر الثقافة ده مأثر في شخصيتك. ايه تاني اكتر الحاجات اللي أثرت في شخصيتك خلال رحلة النشأة؟ بص، انا بعتقد ان والدتي رحمة الله عليها كان ليهم فضل كبير قوي. اذكر كلمة والدي كان دايما يقولها لي وانا صغير. الناس ممكن تشوف ان دي مبالغه او تمثيليه، بس والله يعني ده امر حقيقي حصل يعني. والدي كان دايما وانا صغير يقعد يكلمني عن البلد وعن مصر، مم. وعن قد ايه احنا بلدنا دي احسن بلد في الدنيا. مم. وكان له جمله غريبه قوي يقول لي: على فكره مش عايزك تحب يعني مش عايزك تحبني انا ومامتك اكتر حاجه في الدنيا. مم. عايزك تحب بلدك، لانك يوم ما تحب بلدك هتحب الناس كلها.
يا و ده خلى الواحد بقى ان ده تندهني في التاريخ. انا مم. ناهم في قراءة التاريخ. التاريخ. وبشوف انه التاريخ هو باب كل شيء. تعرف منه حاجات كتير قوي. آه، في مقولة صينية مشهورة حتى أستاذ هيكل استخدمها في أحد لقاءاته، إنه الذين لا يقرؤون التاريخ محكوم عليهم أن يعيشوا مصابون بالدهشة. بالدهشة. أيوة، لأنه ثورة الحق، ما فيش دولار، الحق اشتري دولار. الدهشة دي اللي هي مم. كل حاجة تجري، وردود الأفعال دي لأنك مش عارف ما حدث قبلك، وعارف إنه الكلام ده حصل مليون مرة قبل كده وبيحصل إيه مم. وراه. وبالتالي احد الامثله يعني، مم. وبالتالي انت يعني التاريخ مفيد. وبعدين انت لما تقول تاريخ في العالم، اتكلم عن مصر وبعد كده اي حاجه تانية. مم. طبعا. يعني احنا اقدم امه، اقدم حضاره. الكتابه نشأت اصلها عندنا، مم. وبالتالي انت زاخر بما هو عظيم يعني. طب عايزين درس من التاريخ للشباب اللي جاي، من قرايتك للتاريخ على الفترة اللي جاية، نصيحة صغيرة. آه، انا في رايي انه على عكس الناس كلها مثلا بتتكلم على الاجيال الجديده دي مم. بشكل سلبي، مم. انا مبسوط جدا بالجيل الحالي. فعلا. وشايف انه جيل الفا وجيل زد ده جيل، وجيل بيتا يعني لو ناخد اقدم شويه، الاجيال دي هتغير الدنيا خالص. مم. ويمكن هم عندهم تحدي. يعني اقدر اقول لك ان جيلنا احنا كان جيل متمرد. التمرد. انت من انهي جيل؟ انا جيل واخد الثمانينات يعني، او ميلينيالز، التسعينات، الالفينات، اه. بالظبط ميلينيالز. تمام. وبالتالي انت يعني ده جيل كان بطبعه جيل اللي هو طلع مع فكرة الموبايل. وانا عشت يعني ايه مفيش موبايل. اه طبعا. آه، وعشت يعني ايه نقعد سنين، 4 سنين لا لقيت الموبايل دي كان ب بفلوس 4 جنيه الا كتير. ربع يعني، وكان موضوع ايوه. ورن عليا ما تفتحش وبتاع والحاجات دي. اه. فاحنا شفنا يعني ايه مفيش وسائل تواصل عاليه، وشفنا يعني ايه تبدا بقى ام سي كيو شات، يعني شفنا الحاجات دي في البدايات خالص. مم. فاحنا كنا جيل متمرد. الجيل الحالي فيه مشكله اساسيه. اوكي. اكبر عيوب انه جيل لا منتمي شويه. لا منتمي. اه مم. لكنه جيل ذكي جدا جدا، وعنده معرفه عاليه جدا، وموهوم بفكره التحديث والحداثه والابديت. مم. ودي حاجه عظيمه. وعشان كده انا بشوف ان هو جيل عنده فرصه كبيره. لكن برضه انا بشوف ان هم معذورين انه غياب المؤسسات الثقافيه، مم. وغياب التواصل، وغياب الحديث عن البلد وتأثيرها وبتاع، بسبب الظروف اللي احنا عشناها مخليهم برضو في حالة ابتعاد. مم. لكن انا في رأيي انه يعني مثلا سبحان الله، مثلا حدث احداث زي احداث غزة، طبعا. ورغم مأساويتها وصعوبتها، لكنها خلت اجيال كتير قوي تبحث هو ايه اصل المشكلة ودور مصر. وابتدت الازمة التي حدثت دي تخلي الجيل ده يقرأ اكتر مم. ويبقى مهتم اكتر. فانا شايف انه القادم فيما يتعلق تنصحهم بايه؟ بمستقبل، عايزين نصيحة من واقع التاريخ. انصحهم يقروا. يقروا. نصيحة للجيل الجديد ان هو يقرا. اصل انت طب ما ترشح لهم كتاب. ارشح لهم كتاب. انا في دايما لما بيجي لي شباب صغير وعايز يقرا بشرح له، بوصف له كتابين لكاتب واحد. جميل. انا في رايي ان هم يعني يبعثوا على التفكير والرغبه في القراءه بعد ذلك. هم الكاتب العظيم توفيق الحكيم، مم. واحد اسمه حمار الحكيم، والتاني حماري قال لي، حماري قال لي. تمام. واستاذنا توفيق الحكيم كان عنده علاقه خاصه بالحمار. مم. كان شايف اللي هو مظلوم، وان انتوا ده مخلوق ذكي، وليه بنستخدم لفظ الحمار في سب شخص او قصف؟ اه. بالعكس ده ممكن يكون ففي حوارات فلسفيه لطيفه جدا بتتكلم عن كل حاجه في علم النفس، في الحياه، في المجتمع. الكتابين دول لطاف جدا، فيهم كوميديا، مم. لكن كمان فيهم محاولة لطيفة جدا للتحريض على القراءة مم. والتفكير. والفكر. مم. وخاصة خد بالك انه القادم
زي ما هو مخيف تكنولوجيا، مم. لكنه سبحان الله يعني هتتخض لما اقول لك ان احنا قد لا نكون في المستقبل القريب مم. في حاجة لمحامي او لقاضي او لدكتور بقدر حاجتنا الفيلسوف. فيلسوف مفكر. فافهم ان انا الاي اي نصيحتك للشباب، الاي اي احنا محتاجين مفكرين اكتر طبعا، من مطورين ومهندسين ودكاتره. لانه في وظائف كتير قوي مهدده، في وظائف مم. كتير قوي. لكن الذكاء الاصطناعي النهارده بتحدياته بيرجع سبحان الله الاصل، لانه كيف تسال السؤال، صح. كيف ستتعامل مع هو الاي دي اهم حاجه اي، فعلا في الاي اي. كيف هتساله السؤال ازاي عشان يعرف ست... يجاوب عليك. وبالتالي ترجع بقى تاني لديكارت، وترجع تاني لكانت، وترجع تاني يا نهار ابيض. للفلاسفه وكيفيه السؤال. وبالتالي ابن رشد وابن سينا وبتاع. طبعا مم. طبعا. طيب خلينا نخرج بره الفلسفه والقرايه. خليني اسالك بقى، انت اصلا درست ايه؟ انا تعليم حكومي، يعني كنت تعليم خاص وانا صغير، بس ما مم. كانش عندنا فكره بقى التعليم الجامعي الخاص دي. اتعلمت في المحله، اتعلمت ابتدائي في واعدادي وثانوي. ابتدائي واعدادي وثانوي. مم. كان ابتدائي واعدادي في مدرسه خاصه، ما كانش عندنا مدارس ثانوي خاصه، مم. فدخلت مدرسه حكومه. وبعد كده دخلت كليه تجاره جامعه طنطا. تجاره اصلا. اه حب القرايه والفلسفه ده ما اثرش عليك لا، انا انك؟ كان نفسي في اقتصاد وعلوم سياسيه، لكن مم. للاسف مجموعي ما جابش، ما مم. كنتش مركز قوي في المذاكره بصراحه. مم. كنت مهتم بقى باتحاد الطلبه والطالب المثالي والحاجات اه دي. طبعا. فيعني النشاط خد مني شويه، مم. وكنت عندي اهتمامات عامه كتير اثرت شويه على مذاكرتي. مم. فما جبتش المجموع اللي كان يسمح لي بدخول اقتصاد وعلوم سياسيه. مم. فدخلت كليه تجاره. ما كنتش مقتنع، ما كنتش مبسوط في الاول، مم. بس دلوقتي ورجعت ايام هدخل تجاره تاني. فعلا. اتخصصت اداره اعمال. ورغم ان انا من الناس المنادين قالوا بالغاء كليه تجاره، انا طلبت بالغاء المواد مم. بطريقتها. يعني انا ضد ان يبقى كليه تجاره فيها محاسبه، خلاص مم. ما فيش حاجه اسمها محاسبه. فعلا. يعني ما انا عايز اعرف مصر ليه ما فيهاش كليه تجاره. بزنس از بزنس. لا، ما فيهاش قسم نقود الكترونيه. اه طبعا. يعني النهارده يبقى البيتكوين مثلا ده احد اهم كريبتو كارنسيز طبعا، ترند خطيره. أهم احد اهم اماكن جمع الثروه وحفظها في العالم. ما عندناش كليه في مصر بتتكلم عن الموضوع، كلها حكوميه يعني. مم. بس احنا عندنا كليه ذكاء اصطناعي، عندنا في حلوان فيها ذكاء اوكي، اصطناعي. بس يعني انا بتكلم عن التعامل على فكره النقود والبنوك مم. النهارده في المصارف، وفكره البنوك الالكترونيه، مم. المؤسسات الغير مصرفيه. مم. يعني انت النهارده بقت عندك حاجات محتاج اللي في كليه التجاره ده يدرسها. طبعا. انما النهارده المحاسبه النهارده برنامج بسيط جدا، محتاج كل اللي محتاجه داتا انتري، هو بيطلع درجه انه يربط بالضرايب ويعمل لي الاقرار الضريبي بتكه زرار. ف يعني انا بحس ان احنا ملف التعليم مازال بعافيه حبتين ثلاثه يعني. ودي من الحاجات بصراحه اللي دايما بشوف ان هي مسار تحدي كبير. فانا درست كليه تجاره وعملت ماجستير اقتصاد وعلوم سياسيه في جامعه القاهره، متخصص في الاقتصاد الافريقي. اقتصاد افريقي. انا بحب الاقتصاد، مهتم بيه جدا، وبشوف ان هو احد الحاجات المهمه، لانه الاقتصاد ده علم ناشئ من فكره مهمه جدا، فكره الندره. الانسان لما تطور اكتشف انه في ندره، وانه الموارد اقل من حجم البشر، وبالتالي يجب ان تدار. فمن مفهوم الندره خرجت الاداره وخرج الاقتصاد. وبالتالي فكرة الاقتصاد هو فكرة مهمة جدا، لأن أنت كيف تدير الموارد المحدودة. وبالتالي أنت دايما محتاج أنك أفكارك تتسع وتبص على تجارب وتشوف وتطور، وده من الحاجات المهمة جدا. فأنا بحب الاقتصاد. طب وخرجت من الجامعة ومن الماجستير اشتغلت فين بقى؟ ده أنا لفيت شغل كتير. أولا أنا بشتغل من وأنا صغير ما بين مصنع والدي كان لدي مصنع نسيج يعني. وبالتالي كنت بساعد مع الوالد فترة. عملت لي مشغل ملابس جاهزة فترة صغيرة. عملت شركة دعاية وإعلان. يعني كنت بحب أجرب حاجات صغيرة وأنا في الدراسة. ولما خلصت بقى
رحت اكتر من شركه في مجالات متعدده، مم. لحد ما استقريت في الاخر في شركه غاز، مم. قطاع خاص من اكبر شركات القطاع الخاص في مصر في مجال مم. الغاز. وتدرجت فيها وبقيت مدير اداري ليها لحد قبل البرلمان في 2020، في سن صغير، كنت اصغر واحد في السن ده. مم. ما فالحمد شاء لله الله. يعني هو الواحد دايما بشوف انه مش هقدر اقول لك ان الدراسه كانت هي السبب قد القراءه ما كانت هي القراءة. السبب، لان كنت دايما شغوف بان انا اوسع مداركي بقراءات متعدده، وده فرق كتير. طب تعال نخرج بره تنمية الفكر وبره السياسة وبره التعليم. يلا بينا. كان عندك هوايات؟ اه انا كنت تلعب رياضة مثلا؟ كنت بلعب مصارعه. مصارعة؟ امم مم. وخدت خدت بطولات؟ دخلت خدت بطولات؟ مصارعه ياباني، وخدت يعني حره. مم. يعني لعبت مصارعه فتره. خدت فيها بطولات؟ كلها كانت حاجات محليه، ما كنتش مهتم بالبطولات قوي قد ما مهتم ان انت مم. تاخد الحزمه وتعدي يعني. كنت بعيد عن موضوع البطولات ده شويه، بس كنت مهتم بالرياضه كرياضه يعني. مم. و القراءه، هم دول اكتر حاجتين بصراحه. بحب السفر. السفر. مم. مم. لو اعتبرت السفر هوايه، بس أنا السفر بحب طبعا السفر. هواية طبعا. فمن صغري يعني بحب اسافر، مم. وسافرت كتير. طب ايه اكتر آه، رحلة اثرت فيك؟ كانت فين وايه اللي حصل؟ والله مره كانت حاجه عجيبه جدا. لا علاقه بمصر برضو يا اخي، مصر ورانا سبحان ورانا. الله. كنت مره في التشيك. تشيك، بلد حلوة التشيك. وكنت في براغ مم. وتهت. براغ جميلة. انا تهت في براغ برضو، معرفش، غالبا دي حاجة لا في انا البلد. تهت بجد. مم. تهت وموبايلي فصل شحن، و... وانا تايه ده كده انت كنت. سائح رايح في حتة تانية. يعني كان الموقف صعب جدا. اه. بس ايه، انا لما بحب اتوه بره يعني عادي يعني. احلى حاجة على اصلا. فكرة. ايوه ايوه. فالمهم تهت. فوانا تايه كده لقيت مبنى شكله عريق قوي كده في جنينه. دخلت لقيت مكتبه مم. خرافيه، حاجه بديعه، فيها قاعه مدهبه، وممنوع الدخول فيها. فبسأل الراجل بقول له ايه دي؟ قال لي دي جزء من مكتبة الاسكندرية ايام الاسكندر الاكبر، اوف. جت هنا. يا نهار ابيض. فانا ايه، انا اول مرة اسمع الموضوع ده. كم انا كم رحت ما اعرفش القصة دي. كم كتاب؟ مم. ما يتجاوز ال 10,000 كتاب، 10,000 كتاب. كلهم مخطوطات، حاجات قديمة. كانت أول مرة أسمع عنها. كانت من مواقف. طب انت دخلت؟ هم الحتة دي ممنوعة لأنها مخطوطات، بس هي معروض الأصول، مم. لكن طبعا كلها بقى إلكترونية انا عايز اشوف موجودة. صور. اكيد عندك تليفونك كان عندي عندك صور. صور صح؟ عندي صور. اكيد صورت. طبعا. فأنت كل ما أنت ماشي بتلاقي مم. مصر في حتة. طبعا. ام آه، الدنيا. طب بتفصل من الشغل ازاي يعني، مع شغلك بحب والعمل أتمشى، السياسي؟ بحب أمشي، تتمشى. مم. بحب أسمع أم كلثوم. مم. ام كلثوم دي في حته تانية بالنسبه لي، وقادره على فصلي في اي وقت. مم. بنزل مع طب اصحابي. انت ما قلتش كنا شغلنا ام كلثوم من الاول؟ من يعني بدري عشان تروق. يا رب. ف بحب انا ام كلثوم، وبحب اقعد مع اصحابي، مم. ننزل على القهوه. تقعد على القهوه؟ بحب قعده القهوه. حلو حلو. طب هل كنت شايف دايما نفسك في البرلمان؟ يعني هل ده كان حلم من احلامك وانت صغير، ولا كان شغفك عامل يعني ازاي؟ كان نفسك تطلع ايه مش مثلا؟ مش هكدب عليك. موضوع البرلمان ده في ذهني، لانه العائله بمفهومها الواسع دائما ما كان فيها حد في البرلمان. يعني انا مم. آه، يعني خال والدي كان نائب في مم. المحله في 95، بعدين توفى. بعدين ابن خالته التاني كان بيدخل الانتخابات، دخل 3 مرات ودخل في الاعاده. مم. فيعني العائله فيها دايما جزء من فكرتها سياسيه، والجدود يعني كلهم مرتبطين بالسياسه. فما اقدرش اقول لك انه ما كانش في دماغي، لا، من وانا صغير في دماغي فكره البرلمان الى ان اتت يعني. مم. هل كنت متوقع ان انا انجح؟ ما اعرفش، بس انا كنت حابب ان مم. انا يعني كنت دايما بشوف فكره تمثيل الناس دي حاجه كبيره قوي، مسؤوليه. ومسؤوليه كبيره جدا. مم. و... وانا ادعي انه من اكتر لحظات حياتي صعوبه، واللحظه اللي هو انت بتتخض وبتترج من جواك دي، مم. كانت لحظه القسم. مم. اللحظه دي طب لا، انا عايزين نسمع كواليس. ولا حاجه. انت قاعد عندك الجلسه الافتتاحيه، الناس كلها مم. بنشوفها كل 5 سنين، وكل نائب يتقال اسمه ويطلع يحلف القسم. مم.
اللي هي المفترض ان هي حاجه عاديه جدا، بس انا وجبت منين؟ فعلا ليلتها كنت قاعد متوتر جدا، مم. وقعدت مسكت القسم وحفظته عشان ما كنتش عايز اقرا من الورقه. بس انت بتقولي ما بتحبش تحفظ، حفظت فعلا؟ حفظته واو. بكل كتير. مم. وحتى لو رجعت الفيديو بتاع البرلمان هتلاقيني تقريبا النائب الوحيد في الجلسه اللي ما مسكش الورقه. عاش، برافو. وقلت القسم، بس انا بقوله وانا بترج من جوايا، مم. وقعدت حسيت بيه بثقه مشاعر. مم. ايه ده؟ هو خلاص كل فاكر كلمه. منه حاجه؟ طبعا طب قول حافظ. لنا حاجه. اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب رعايه كامله، وان احافظ على استقلال الوطن ووحده وسلامه اراضيه. طب عايزك تحكي لنا بقى عن دور النائب من واقع الكلام الخطير اللي انت قلته ده. يعني انت شايف بقى دور النائب عامل ازاي؟ يعني انت، احنا وقفنا عند القسم ان هو كان عليه واقع عليك كبير جدا. دور النائب ايه بقى؟ طيب، هو دور النائب، احنا بيحكمنا دستور، هذا الدستور هو يوضح الدور. دور النائب هو التشريع والرقابه. التشريع بمعنى صياغه القوانين التي يعني تسير بها امور الناس، وأنه يراقب على الأداء السلطة التنفيذية والحكومة فيما يتعلق مما تتخذه من إجراءات بيأثر على الناس. للأسف إحنا بالراحه في بقى، ثانيه مصر واحده بقى، اشرح لنا باللغه الشارع، عشان يعني اللغه دي متطوره على الناس باختصار شويه. النائب مسؤول على انه لما يتعمل قانون ضرائب مثلا امم. يتاكد انه القانون ده طالع في مصلحه الناس قدر المستطاع. حلو، يعني هو لو بيقوم هناخد بدور مثال، ان ال- مراجعه الحاجه قبل صياغه الناس. القوانين وتقديمها امم. والاقرار به امم. كل ما يتعلق بالقانون اوكي. والدستور. كمان لو في دستور، البرلمان بيبقى له دور، بينظم الدستور، كيف يتم تعديل الدستور او امم. كتابته من اول وجديد. امم. الجزء الثاني هو جزء بقى الحكومة دي بتتقاضى أجورها من أول رئيس الوزراء حد أصغر واحد فيها امم. من فلوس مين؟ من إيرادات الدولة. طب إيرادات الدولة دي جاية منين؟ امم. 85% منها من الضرائب. ضرايب. امم. حضرتك لما بتروح تشتري إزازة مية من الكشك ندفع عليها ضرايب. دفع عليها ضرائب. امم. وبالتالي دور النائب بقى انه يشوف الحكومة فيما أنفقت وكيف تنفق، وهل هذا الإنفاق جيد ولا لا. امم. وبالتالي هو يعني يدير نوع من انواع الرقابه على اعمال الحكومه. رقابه بنسميها رقابه سابقه ولاحقه. امم. سابقه في الموازنه العامه للدوله، الحكومه بتجي لك كل سنه تقول لك انا هعمل كذا السنه دي. امم. ورقابه لاحقه في حاجه اسمها الحساب الختامي، اللي هو تقفيل صرف الميزانيه عملنا يعني، كذا. ده الميزانيه شغل في محاسبه بقى. القطاع الخاص. اه. بس احنا في الدوله بنسميها الحساب الختامي امم. للدوله. وما دون ذلك بقى من اجراءات حتى اداريه وتنظيميه فيما يتعلق، يعني مثلا وزير التعليم عايز يغير نظام الثانويه العامه، فبيعمل تعديل على قانون الثانويه العامه فيجب ان يناقشه في البرلمان. وزير غير في وزير الصحه مثلا غير حاجه في مساله تسعيره الدواء، امم. او نقل تبعيه مستشفى من جهه لاخرى. آه، النائب البرلماني من حقه ان يتقدم بطلب احاطه او سؤال يسال لما تم ذلك ومن حقه ان يقترح فيما يتعلق بما يتعلق بالخدمات العامه. انا عايز مستشفى هنا، عايز طريق ده يترصف، عايز وهكذا. لكن المشكله الرئيسيه في مصر ان صوره النائب ارتبطت عند جمهور كبير جدا من المصريين طوال سنوات بفكره نائب الخدمات. فهمت. وللاسف نائب الخدمات الشخصيه بيشيل الخدمات العامه. بمعنى يعني انا عايزك تنقل مراتي من المدرسه دي المدرسه دي. انا عايزك ابني يتعين في الحكومه. طب انا عملت لك احسن طريق، لا انت بالنسبه لي عملت دي اهم من الطريق. في قطاعات كده طبعا بقى، في دلوقتي قطاعات اوسع بكتير بقت شايفه الدور ده، لكن يظل ده التحدي الرئيسي. طب هل ده دور من ادوار النائب؟ لا، دور النائب الخدمات العامه، لكن الخدمات اللي متعلقه دي دور اكتر للمحليات. المحليات. وطبعا في غياب للمحليات من عام 2011 حتى هذه اللحظه، وبالتالي ده كمان بيرهق مجلس التشريعي جدا، لانه يخلي النائب كتير جدا من وقته، 70% من وقته فيما هو ليس دوره. لانه لو ما عملش كده الناس مش هتنتخبه. فللاسف هي معادله صعبه للغايه. طب وليه ليه المحليات غايبه؟ مفيش رغبه في او قرار بان احنا يجب ان يعمل محليات.
كان في ظروف كتير برضو صعبه جدا الفتره اللي فاتت. طب لكن وده امل القرار بقى ده عند انه البرلمان؟ الموضوع، انا يعني يمكن من اهم القوانين اللي انا قدمتها في البرلمان هو ان انا قدمت قانونين، قانون للاداره المحليه وقانون انتخابات المحليات. احنا عندنا في مصر الاداره المحليه والمحليات في قانون واحد، وانا شايف انه ده خطا مم. كبير، ففصلتهم في قانونين وقدمتهم، لكن للاسف لم يتسع الوقت في الفصل التشريعي الماضي ان احنا نناقشه. مم. لكن امل انه الانتخابات القادمه تفرز برلمان يكون على راس اولوياته انهاء هذا الملف. مصر محتاجه محليات، مم. مصر طب محتاجه مجالس محليه. لو هقول لك اول قرار او اول ملف هتطرحه في الدورة اللي جاية ان شاء الله لما تكسب بإذن الله، هيكون ايه؟ لا، في ملفات كتير يعني. رقم واحد. اولا مم. انا من الناس، رغم ان انا قلت لك ان انا بحب الاقتصاد، بس انا رايي انه الاقتصاد هو ظل السياسه وليس العكس. بمعنى السياسه هي الاصل السياسة هي الاصل. مش الاقتصاد. مم. وبالتالي انا شايف انه احنا تاخرنا كتير في ملف السياسه، مم. وانا رايي انه البدايه من هنا، البدايه من قانون جديد للاحزاب، البدايه من قانون انتخابات محليه، البدايه من قانون اداره محليه، البدايه من قانون منع تضارب المصالح. مم. هذه بدايات مهمه، معاها محتاجين مراجعه لقوانين وعلاقه الدوله بالموظفين، مم. وعلاقه المواطن بالموظف العام. من اول مراجعه بقى قوانين الخدمه المدنيه، الكادر، المعلمين، لكل ما يتعلق بالقوانين اللي بتنظم العلاقه دي. مم. جزء كمان متعلق بالتعليم، متعلق ب ما يمكن ان نسميه قانون جديد شامل للضرائب. الضرائب. مم. احنا عندنا احنا تحولنا تحول كبير جدا في علاقة الدولة بالمواطنين. مم. الدولة او الحكومة كان حتى يقولوا في الافلام زمان الحكومة بابا وماما. مم. ليه؟ الحكومة بتجيب لك مسكن، بتعلمك ببلاش، بتعمل لك تأمين صحي، ما بتخلص بتعينك. ده كان زمان. ولو عايز تتجوز كمان بتديك شقة اسكان. في عصر جمال عبد عليك الناصر العروسة كان بقى. كده. وبالتالي كانت الحكومة واخدة حقها في المحاسبة مم. وفي الحريات وفي كل حاجة، طب وده لأنها مديها اتغير؟ كل حاجة. النهاردة انت بتدفع ثمن كل شيء مقدما بأضعاف ثمنه، وللأسف كمان الخدمة سيئة. مم. وبالتالي إذا انت خدت حقك كحكومة في انك ما عدتش بتعمل اي حاجة من الحاجات دي، مم. وسايبني انا كمواطن ان انا اشتغل في السوق الحر وانمي قدراتي بنفسي، عليا كمان ان انا استرد حقي مم. في المحاسبة والرقابة الشديدة على اعمال الحكومة حتى تستقيم الوضع. وبالتالي جزء مم. من ده هو مسألة الضرائب، صرف الضرائب، الضرائب الغير مباشرة، كم القوانين والمصاريف الغير عادية اللي بتتحط وبترهق القطاع الخاص وبترهق المواطنين. مم. ولا يناظر ده خدمات خدمات واضحة جيدة وخدمات كويسة. على جودة عالية. هذا تشوه كبير جدا ويجب إعادة النظر عليه. وأي حصيف عليه أن ينظر لهذا الموضوع بنظرة كلية عامة. ثانية، حصيف يعني ايه حصيف؟ عاقل ومتدبر اصل احنا يعني انا يعني بعتبر نفسي ان انا بقرا شويه، بس في ناس حصيف دي ما عدتش عليا. معلش في غلطة فرق مني. في السرعات. غلطة مني، معلش عديها لي. طب تعالى نخرج لصوره اوسع شويه. كلمني عن رحله حزب العدل. يعني حضرتك اصغر رئيس حزب في مصر، حزب العدل، فاحكي لي عن ايه رؤيه حزب العدل. اشمعنى حزب العدل؟ يعني ليه ما رحتش لحزب من الاحزاب اللي مواليه بشكل اكبر لا، هو للاداره؟ أنا مؤسس الحزب، أنا وكيل المؤسسين للحزب. وهذا الحزب خرج فكرته في ال 18 يوم بتوع ثورة 25 يناير. مم. والفكرة ان احنا كنا شايفين انه الحراك الثوري اللي كان غرضه الرئيسي هو التغيير حياة الافضل في وسط الميدان، انه ده بيتسرق. مم. وان احنا كان عندنا قوى النظام القديم وقوى الاخوان بتخطف الثورة وبتوديها لحتة غير اللي احنا كنا بنحلم بيها خالص. احنا لا كنا دعاة عنف ولا كنا راغبين
في هد الدولة. احنا كنا عندنا وجهة نظر إصلاحية بشكل كبير، لكن كنا شايفين التباطؤ في الإصلاح ده بياخد البلد لحتة وحشة جدا. مم. كنا رافضين لمشروع التوريث، وده كانت منطلقاتنا الرئيسية. مم. وبالتالي الحزب ده خرج من رحم ده، انه لازم يبقى هذا الجيل اللي خرج وعمل ده له كيان يعبر عنه، لان احنا في الاخر رايحين الانتخابات. ده وعي ساعتها. هتروح وتيجي في الاخر في انتخابات. مم. فانا واثنين زملائي اعزاء، دكتور مصطفى النجار ربنا يرد غيبته، ودكتور احمد شكري، شرعنا في الدعوه لتاسيس الحزب مع عدد كبير جدا من شباب مخلصين من الطبقه المتوسطه المصريه، وعملنا حاله كانت كويسه جدا. لكن مرينا بالموجات بقى اللي هي تطبيع بعد اي حاله ثوريه، اللي هي فكره الخلاف السياسي والايديولوجي والفكري. فابتدت مع كل قرار الناس تمشي، وبعدين بقى حصل بعدها ثوره 30 يونيو والتداعيات بعدها والحرب على الارهاب، وابتدت السياسه في مرحله افول، في مرحله نجمها يقفل شويه. انغلاق، توسع في الاشتباه. وبالتالي ابتدينا ندخل في مشاكل كبيره لحد ما ابتدت الدنيا تاني تنفتح الاسارير كده في نهايه 19 20، وابتدينا نعود تاني مره اخرى لما ابتدت الامور وتتسع شويه، وكمان مع الحوار الوطني ابتدت يرجع تاني الاهتمام والنفس السياسي بعد قدره الدوله على القضاء على الارهاب والسيطره على الامور. فابتدينا نطرح نفسنا بشكل واضح. انا دايما بشوف الحزب السياسي معمول ليه؟ مجموعه من الناس اتفقوا على فكر معين وعندهم خطه لاصلاح الاحوال، فبيقدموها للناس عشان الناس تنتخبهم، عشان يحوزوا على الاغلبيه فيحوزوا على السلطه فيستطيعوا انهم يطبقوا افكارهم. فاذا الحزب ده ما عندوش فكر سياسي، احنا حزب يمين وسط، حزب ليبرالي اجتماعي، حزب ينتمي للطبقه المتوسطه المصريه ويعبر عن صوت دافع الضرائب في مصر. هو ده. فاحنا بنتكلم من هذا المنطلق، بنقدم نفسنا للناس بهذا الفكر، وبنحاول نعبر عن طريق البرلمان او كل ما توفر لنا من وسائل يمكننا التعبير عن افكارنا وعن رؤانا، وبنأمل ان الشعب مع الوقت يثق فينا. انا عارف انه في مشكله كبيره جدا عند جموع الشعب المصري في الثقه في السياسه، حقيقي والاهتمام بيها والثقه في السياسه، وعايز اقول لك عندهم حق. اللي شفناه وعدينا عليه مش قليل. طب ده ممكن يتغير ازاي؟ هيتغير ببناء الثقه والمحاولات المستمره، وده اللي احنا بنحاول نعمله في الحزب. انه انت بتحاول تبني مع الناس ثقه. انا بواجه يا عم مفيش فايده، ماشي خلينا نجرب، خلينا نحاول. ما هو هتتغير ازاي طول ما احنا بنقول مفيش فايده؟ ما هو هتبقى الحل اسوأ. صح. وبالتالي انت بتحاول انك في خطوات جيده الدوله بتعملها، وفي خطوات مش جيده بتحصل. دور هنا بقى المجتمع انه يتفاعل مع ده في اطار المؤسسات الدستوريه، عشان الامر لا يخرج لحاله الفوضى مره اخرى. وبالتالي انا دايما بشوف انه رجوع السياسه وتمكين السياسه وتمكين الاحزاب وترسيخ فكره التداول السلطه او ترسيخ فكره الحريه، هذا في عمق صلب ومصلحه اي نظام سياسي. طيب خلينا نخرج بره الحزب شويه، تعال نقول عايزين نعمل تقييم من وجهه نظرك للاقتصاد المصري. نسكيب السؤال ده؟ لا عادي. انت متاكد انك عايز تعمل كده؟ طيب احنا اقتصاد استهلاكي. نعيد السؤال عشان انت قلت نسكيب السؤال ده. ماشي. لا مش هنسكيب السؤال ده. ماشي. عايزين تقييم من وجهة نظرك للاقتصاد المصري. قد السؤال ده؟ قد السؤال ده. ماشي. بص يا سيدي، الاقتصاد المصري هو اقتصاد استهلاكي. القيمة المضافة فيه قليلة، وبالتالي ده اللي دايما بيخليك داخل في الدايرة اللطيفة جدا. انا كل شوية الدولار يزيد، احنا ماشيين مرة واحدة هوب الدولار في مشكلة نقع، لان احنا في الاخر بنستورد اكتر بكتير جدا ما بنصدر. فانت عندك اختلال هيكلي. في نفس الوقت انت لا انت قادر تقول انك دولة اقتصاد حر، ولا انت قادر تقول انك دولة اقتصاد اشتراكي. انت الدولة بمؤسساتها المختلفة عندها ايادي كبيرة جدا في الاقتصاد، وان كان عندها اجراءات كتيرة جدا بتقول انه في سوق حر. فانت قاعد في مرحلة ممكن ان نسميه الاقتصاد المقيد. الاقتصاد المقيد اللي هو له حر وله اشتراكي، يعني له ممسوك وجامد.
وبالتالي هذه الحاله عامله لك ربكه. طب الحاله دي النهارده؟ لا، الحاله دي تقدر توصفها او تشرحها بشكل حقيقي من التسعينات. من التسعينات. اوقات بقى تيجي تطلع تعمل تحركات كويسه، ترجع تاني ترتد، انت قاعد في الحاله دي. لكن هذه بلد عندها من وجهة نظري كل القدرات اللي تسمح لها انها تنطلق لآفاق اوسع بكتير جدا، ولكن هتظل دايما فكرة العلاقة ما بين دور الدولة في الاقتصاد مع فكرة التصنيع والتنمية والقيمة المضافة اللي هي جزء من القطاع العائلي اللي هو المجتمع، هو اللي فيه مشكلة. أأمل إنه بعد انتهاء فترة الصندوق وبرنامج الصندوق، إنه الفترة الجاية نمشي في المسار اللي مشيت فيه دول كتير جدا وكنا احنا قبلها، لكن للأسف سبقتنا، في إطار إنه دور الدولة يرجع لدور المنظم للسوق والمودريتور اللي بيمنع الاحتكار، اللي بيحافظ على التنافس وان المنافسه تبقى عاليه، لانه اي منافسه في صالح المواطن. طبعا احنا ابتدينا في اول حلقه لما اتكلمنا عن الموبايل. صح. انا دايما بقول المثال ده. زمان، وانا اسف لو هقول اسماء شركات بس يعني عشان المثال يتفهم، كانت اول شركه موجوده في مصر كانت كليك. بعد كده نزلت موبينيل. بعد كده جت اتصالات وكليك بقت فودافون. اول مره كانت الدقيقه ابتدت ب6 جنيه، بعد كده بقت 4 الا ربع الفتره. لما دخل موبينيل وبعدين دخل اتصالات لو تتذكر كانت الدقيقه وصلت 20 قرش. طبعا قلت. كان الخط اللي كان لما ابتدى ب 2000 جنيه كان بيقول لك خده ببلاش بس خد فئه او شريحه نظام. فالمنافسه هنا لصالح مين؟ لصالح الناس طبعا، لانه انا عايز اقدم اكتر، والدوله على جنب بتشوف انه تمنع اي حد من الممارسه الاحتكاريه، ففي الاخر ده بيجي لصالح الناس. فهل الدولة يجب أن يفضل لها دور في الإنتاج؟ أنا ممكن أتفهم ده فيما يتعلق بالقطاعات الاستراتيجية، لكن أنا بشوف أن الدولة لازم تبدأ تتراجع تماما عن كل ما هو غير استراتيجي، خاصة لو عندنا تجارب نجاح قوية جدا. وبالتالي احنا عندنا من وجهة نظري كل الأسس اللي نستطيع بها ان احنا نتحرك لمرحلة قدام، لكن المشكلة دايما هي في فك العلاقة وفي كمان القطاع العائلي والقطاع الخاص انه يتشجع اكتر انه ياخد مساحات اكبر وانه. طب انت شايف الحل ان القطاع العائلي، خصوصا القطاع العائلي، لان في دولة زي مثلا ايطاليا، اسبانيا، في بيزنسز كتيرة جدا مبنية على القطاعات العائلية، هل شايف ان فرصة للقطاع العائلي دلوقتي في مصر ان هو يعني ياخد مخاطرات اكتر ويستثمر اكتر؟ وبالذات خاصة انه الاي اي والتكنولوجيا هتودينا لده غصب عننا، وهتودينا لده غصب عننا. وشباب كتير جدا النهارده بقوا بيعملوا شركات وبيعملوا ال امز وبيتحركوا وبيعملوا شركات كامله بتدار باي اي. وانا اكتر حاجه بتضايقني لما اشوف فكره طالعه من مصر وقلبت الدنيا وابلكيشن مثلا، وبسبب الاجراءات والقوانين يضطر صاحبها انه يطلع يعملها بره ويخلي مصر فرع، كذا فكرة وهي المفروض شركه مصريه. صح. وده معناه ان احنا محتاجين نراجع تماما السايكل. ودايما في احد الحوارات مره في البرلمان قلت هذا مثال، وانا اتمنى انه هذا المثال يصل للجميع. في فرق ما بين الديجيتاليزيشن والديجيتال ترانسفورميشن. حقيقي، ده حقيقي، بس مش كل الناس، يعني احنا بتوع المجال اللي شغالين في السوفت وير وفي التكنولوجي نفهم حاجه زي دي، بس مش كل الناس بره المجال فاهمه حاجه زي دي. انا عايز بقى يعني فكره ان انا ابقى بروح للاستاذ عفاف في الدور الثالث وبروح للاستاذ محمود في الدور الثاني بورقه، وبعدين احول ده لانه يبقى الكتروني، بس انا برضو بروح لمدام عفاف ومدام استاذ محمد. صح. مش هو ده المطلوب. يعني هو المطلوب ان انا السلسله بتاعت السايكل دي هي اللي انا محتاجها، وهنا اقدر اقول ان انا تحولت. لكن انا بشوف انه للاسف جزء كبير جدا من المشكله اللي حاصله في مساله الاصلاح الاداري للدوله، واللي هو دايما الملف اللي انا شغوف بيه وعمال بتكلم فيه كتير الاصلاح الاداري، انه
احنا بناخد الروتين نقلبه كمبيوتر. للاسف. فيعني مثلا حضرتك مواطن صح، عندك ابلكيشن فيسبوك وتويتر وكل الحاجات صح. مم. امتى السيستم وقع؟ يعني هو ايه السيستم وقع اصلا؟ يعني ايه؟ يعني هقول لك السيستمز عندهم بتقع بس ما يبقاش نفس التأثير عندنا احنا. ده ايوه بيحصل لا يعني كويس. كم مره السيستم بيقع يعني؟ العالم كله بيقف صح. طبعا. انما ما ينفعش يبقى المتداول في اي مصلحه حكوميه السيستم واقع. يعني ما فيش حاجه هو انت اللي واقع يعني. وبالتالي المشكله عندنا احنا عندنا اشكاليه كبيره جدا في مساله الرقابه. احنا بنعمل حاجات حلوه جدا من بره لكن دائما من جوه موضوع مختلف. وبالتالي جزء من اي كلام عن المستقبل لازم يبقى كلام عن فكره تسريع وتسهيل وشفافيه الاجراءات. طب انت شايف ليها حل جذري؟ في حلول كتير، في دول كتير عملت حلول كتير قوي، بس هي الفكره اي حل بقى ينفع يتناسب الدوله عايزه تروح لفين في القصه دي. دي مساله يعني بلد عندها هذا الحجم من الجهاز الحكومي الضخم، المشاكل الاداريه. كان عندها وزير اصلاح اداري كان اسمه وزير تنميه اداريه في حكومه احمد نظيف، ومن وقتها مم. ما فيش الوزاره دي اتلغت، مش موجوده. في الوقت اللي احنا النهارده محتاجين على الاقل نائب رئيس مجلس الوزراء الملف ده عشان يلحق اللي حصل. احنا مم. اصلا الحقيبه مش موجوده ولا حد مسؤول عنها، مم. وبالتالي بتلاقي طبعا تاخر في حاجات كتير. طب تعال نروح لمشكلة دارجة حاليا في الفترة اللي احنا فيها. مشكلة مصروفات التعليم، مصروف المدرسة أو ميزانية التعليم. بتكلم مش بالنسبة للحكومة، بتكلم بالنسبة للأسرة اللي عندها طفل أو 2 أو 3. انت شايف ان ده هيروح بينا لفين؟ والله ده هيروح منها لطريقين، وانا اسف بقى ان انا هكون صادم واللي عارف التصريح ده هيعمل لي مشكله. هيروح لنمطين. النمط اول خريجين ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. النمط التاني هيروح بينا لانه مش هيبقى فيه مدارس اصلا. مش هيبقى في مدارس أصلا. والنمط التاني ده هو اللي هيبقى انجح. مفيش مدارس ولا مفيش منظومة تعليمية ولا مفيش منظومة منظومه تعليميه. يعني الاي اي والتطور بتاع هيخلي مساله المدرسه والمناهج والكلام ده يتغير خالص. انا اعرف اصدقاء مم. من مستويات اجتماعيه عاليه من حيث الدخل مم. طلعوا اولادهم من المدارس خالص. تماما، مم. وبيشتغلوا لهم على مناهج بره بيتعلموا اونلاين. لكن هم بقى محافظين انه على مستوى السوشيال الولاد يتقابلوا 2-3 في الاسبوع في مم. كوميونتي معينه في اماكنهم، بحيث انه الجزء السوشيال ده يتعامل. لكن هو بيتعلم تعليم هيطلع واخد الجريد بتاعته والمرحله مم. التعليميه بتاعته قبل الثانويه العامه، ممكن يكون واخدها في الاعداديه واخد ثانويه عامه ومن جامعه بره العالم كله معترف بيه. ده بيتطبق في وبالتالي مصر، ده موجود في مصر. انا اعرف نماذج اصدقاء عملوا ده. مم. وبالتالي طول ما انت النهارده العمليه التعليميه ماشيه بطريقه، طب انا هروح ليه؟ انا هفضل استنيك؟ ما الدنيا هتجري. مم. مم. وبالتالي انت النهارده يعني النهارده انت محتاج تقف اصلا. يعني انت لحد من 2-3 كان عندك مشكله ان انت عندك عجز في المدارس. مش فاكر الرقم بالظبط بس مم. 250 الف فصل تقريبا. عندك عجز 250 ألف فصل. فهو انت النهارده هو انت فعلا عندك محتاج ان يبقى عندك عجز، ولا النهارده محتاج انك تدير العمليه التعليميه بمنطق تاني؟ لان انت اصلا ممكن تبقى محتاجش فصول. يعني يظل المشكله الكبيره هو غياب الحديث عن المستقبل. مم. يظل المشكله الكبيره ان احنا غارقين في الماضي اغلب الوقت، حتى مش في الحاضر. مم. وهنا انا طب بشوف تعال بقى نتكلم على مشكلة، أنا آسف إن أنا بقاطع حضرتك. تعال نتكلم على مشكلة ما بين الماضي والحاضر. الجلسة اللي حزب العدل انسحب منها، جلسة قانون الإيجار القديم. هو احنا ليه انسحبنا من الجلسة؟ وإيه توابع الانسحاب من الجلسة؟ انسحبنا لانه لقيت انه مفيش اي امل. مم. لانه انا شايف مشكله كبيره جدا. انا مصلحتي الشخصيه كانت مع قانون الحكومه، انا مالك. مم. ولكن انا شايف انه في قطاعات اجتماعيه كبيره جدا من البشر هتتضرر تضرر غير عادي، وانا غير واثق في البدائل اللي هتطرحها الحكومه.
وما زلت غير واثق. مم. وكنت شايف ان الامور ممكن تتحل بطريقه افضل من كده للجميع، ولكن لا يعني احد كنت شايف يريد. حل ازاي؟ انا قلت بشكل واضح جدا، لان انا مالك فانا عارف المشكله. مم. احنا اكبر مشكله عند ملاك ايه؟ الاماكن التجاريه، مش الشقق السكنيه. مم. انت حللي الاول التجاري. انت النهارده هتقعدني في التجاري سنوات طويله، في الاخر في ناس هتتظلم في التجاري، بس في الاخر هي استنفعت، دي وحده مدره دخل. مم. انت كنت تعمل انه التجاري يتسلم مع قانون الشخصيات الاعتباريه في سنه 27، وحل لي مشكله التجاري. والسكني سيب المستاجر الاصلي وزوجه واولاده، اللي هو الاحكام الدستوريه اللي في حاله توافق المجتمع يعتمد عليه، واللي على فكره مم. قد يكون لمصلحه المالك ان الشقه تخلص قبل ال7 سنين بالوضع ده في حالات كتير قوي اكتر من القانون الحالي. يعني انت النهارده انا شخص موجود وكبير في السن وانا مستاجر اصلي او ابني مم. هو معدي 60 ولا 50 سنه، انا ممكن اموت قبل ال7 سنين. مم. الأمر بيد الله. صح؟ ايوه، بس انا بتكلم طبعا مفهوم، عن مفهوم. بس انا بتكلم يعني، وفي الاخر ما تعملش مشاكل الاجتماعيه دي. مم. مم. واما مساله الاجره ما فيهاش مشكله، مم. نقدر نشوفها. لكن وكمان في الاجره في مشكله كبيره جدا، ان انت تخيل ان القانون بالشكل الحالي في مشكله كبيره جدا. مم. تخيل ان حضرتك تكون حفيد مستاجر، حفيد مستأجر. يعني انت جيل تاني. مم. النهارده بالقانون الحالي حضرتك هتقعد 7 سنين، تمام. خلاص. هتدفع كام بقى؟ انت لو جيل تاني كان وصلت 1000 جنيه حاجة كده أقصى حاجة. لو لا 1000 الشهر. جنيه لو انت اقصى حاجه. ليه؟ لان انت اجره حضرتك هتلاقي 50 قرش و20 قرش. طبعا من خلاص. الجيل التاني ده طبعا من زمان. انا بقى مستاجر اصلي، انا اجرت العين دي الشقه دي سنه 90 ماشي. ولسه عايش. كنت موظف كويس وقتها، مم. ودفعت وقتها رقم، والايجار ده كان ب 300 جنيه. مم. في ناس كتير كده و500 جنيه على اساس ان انا عايش فيها. النهارده وانا معاشي 5-6000 جنيه، مم. هتضربني بقى وانا مستاجر اصلي مم. في 10 اضعاف. فانا 300 جنيه هدفع 3000 جنيه في الوقت اللي الحفيد جيل تاني هيدفع 1000 جنيه. مم. اي عداله دي؟ طب هل ده محتاج يعني انا فعليا عاقبت المستاجر المستأجر الاصلي الأصلي. لصالح الحفيد اللي كل بيقول المفروض ما يقعدش. القانون محتاج إعادة نظر فانا كلية. شايف انه كان غلطه كبيره جدا، مم. وكان يمكن الوصول لحلول افضل من كده بكتير، لكن للاسف التصويت ما كانش معانا. طيب أسألك سؤال أخير قبل ما نختم الحلقة. عايزك تقيم أدائك الدورة المنعقدة اللي فاتت. انا ما زلت برى انه كان في كتير قوي يمكن ان اقدمه، حتى وان كان كثير من الناس يعني يحسنون الظن والحديث عن ادائي، لكن انا شايف انه كان يمكن عمل اكتر بكثير من ده. ربنا يقدرني اذا كان ليا فرصه تاني وحصلت على ثقه الناس في الدوره الجايه، إن شاء الله. انه يقدرني اشتغل اكتر على اللي انا عايز اعمله. احنا مبسوطين بالحلقة بجد. الكلام كان جميل جدا، واتمنى يبقى في حاجات اول مرة تبقى اتقالت. كتير. خلاص دي حاجة جميلة جدا. إن شاء الله. شكرا. موفق شكرا. دايما يا حبيبي. ربنا يخليك. شكرا. تسلم. مع السلامة. مع السلامه.